سورة الفاتحة وترتيبها الأولى، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، وليها 3 أسماء: سورة الفاتحة والسبع المثاني وأم الكتاب. أفضلها أنها أعظم سورة في القرآن الكريم، وأنها دواء ركن عظيم من أركان الصلاة، فالصلاة لا تصلح إلا بقراءة الفاتحة، وأنها أعظم ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أخير سور القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، وإذ قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذ قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي، فإذ قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذ قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا على جمال سورة الفاتحة، ربنا يفتحها عليكم أجمعين إن شاء الله.